بس اكو شغلات لطيفه، يعني عندك هذا الفيديو انه doing whatever my followers say until I say no. يعني رش، انا عبالي رش الماء، هذا يرش مي طلع يضرب كرات. اوكي هذا ممكن ما يكون تمثيل. شلونكم يا ربع رجعنا القناه متواضعه. طبعا شوف انا لو انه درجه لوني شوي اغمق كان اني والبلوز واحد هسه. المهم اليوم جايب لكم محتوى جدا لطيف. ممكن هو مو لطيف بصراحه ابدا، محتوى جدا خطير الى المجتمع لدرجه انه وصلت هذا البني ادم بشهر واحد بس وصل هذا البني ادم 500,000 متابع على الانستغرام. تنصدم انت ساعة تقول شنو هالنوع المحتوى اللي موصله اقل من 60 يوم 500,000. اقل من 60 بني ادم. شنو هذا بريطاني هذا ولا يسموه، او هو يسمي نفسه بروفيشنال يس مان، وهسه ما شاء الله عليه وصل 900,000، يعني هاي قرب على المليون. يس مان شنو فكرته؟ تحديات او اقتراحات او كومنتات من المتابعين مالته شنو ما كانت حيسويها. شوية من الأمثلة الغبية يعني، أو الأمثلة اللي هي أكثر فعالة عنده والشغلات اللي اشتغلت وياه، إنه كان ينزل هالنوع من أول شيء. هذا النوع من المقلب جدا لطيف جدا. ممكن يعني هو ممكن يكون هو لطيف إنه تباوعه، بس مو لطيف إنك انك تتلقاه. اذا صار بيك المقلب هو مزعج، خصوصا واحد يرش عليك مي يعني. Day 11 of doing whatever my followers say until I say no. يهم ولد بني، ما يهم شيء ولد بنية جنس وثالث رابع. هذا الفيديو شوي لطيف بصراحة، يعني هو ممتع انك تشوفه وكل شيء، ويعني هو مزعج للناس بس مو لهالدرجة. حلو. ولكن نيجي للفيديو الثاني من اكثر الفيديوهات اللي عنده مشهورة، يعني ألين كوبر. شنو قال له؟ I dare you to crash your car. بس بكل بساطة. Day 6 of doing whatever my followers say until I say no. Hey! Ah! Fuck! Ah! يعني ما أعرف بصراحة، لا تعليق. بس طلع من السيارة يقول لك ما وطبعا السيارة صارت موزة أكيد، يعني أكيد. وهذا عيني اللي يسموه ألي إسمان. وطبعا هو سوالفه ويا السيارات ما تخلص. عنده فيديو ثاني واحد شو يقول له get a cheap car and crash it for us. يعني البني آدم ماخذها كأنها مباراة، يعني يجيب لنا سيارة رخيصة وادعمها. ولد يموت يعيش عادي، مو مشكلة. Day 67 of doing whatever my followers say until I say no. وهي هاي صيغة الفيديوهات. يقول لك day 67 day 51، يعني اليوم العاشر، يعني تحدي 30 يوم. وهذا المتابع قال لي هيك اسوي، هو حيسوي شنو ما كان حيسويه. وبعدين عندك بمناسبة انه جاب ال500,000 خرب لك مدينة كاملة لوثها وحط لك عليها كلينكس. ما اعرف ليش يعني، بس نقرر ننزل له هذا الفيديو. Day 56 of doing whatever my followers التحفة الفنية اللي سواها بنص الشارع هي حلوة، يعني الواحد لازم صراحة يحيي الجهد مالته يعني. وما أتوقع أغلب الفيديوهات اللي لما تشوفها ممكن تكون يعني هو صدق ممكن يكون سواها، بس تحسك في شيء ملعوب بيه، يعني إنه يعني ممكن إنه تكون صح، بس همنا يعني إنه يعني على الأغلب حتكون تمثيل. بس أكو شغلات لطيفة، يعني عندك هذا الفيديو إنه of doing whatever my followers say until I say no. يعني رش، انا عبالي رش الماء، هذا يرش مي طلع يضرب كرات. اوكي هذا ممكن ما يكون تمثيل. بس عندك فيديو ثاني. Day 23 of doing whatever my followers say until I say no.
اوكي، انا بصراحه ما اعرف لو هذا تمثيل يعني ولا لا، ولكن هو يعني هي هذا الجست والاختصار من قناه. صح. خلاصه هذا الفيديو شنو اللي حاول يسويه؟ انه يقول لك I dare you to bark in a stranger's ear. هذا يعني تحدي غريب ممكن تسويه عند واحد، وخصوصا اذا انت قاعد بمول او واقف فجأة يجي تشوف واحد من وراك يجي من وراك. يعني الموضوع شوي غريب، وقاعد يقول لك بارك يعني انه عوي قدامها. يعني تتخيل واقف من المول يجي واحد من وراك ويقعد يعوي بوجهك، موضوع شوي غريب يعني. فهذه الامرأة هو يمكن يكون ما اعرف، احنا ما نريد نلخبط هسه بالجنس. Day 32 of doing whatever my followers say until I say no. حرام حرام حرام، وقعت شلون فشله فشله فشله. بس هي يعني بصراحه ما اعرف يعني هل نقدر نلوم البنيه يعني ولا ما اعرف. سيء سيء جدا موقفها بصراحه، سيء جدا. ما اعرف، انا لو حطيت فيك موقف يعني ما اعرف شو اسوي. وهي يمكن حاولت انه تاخذ وضعيه انه انا اريد اشيل النعال مالتي واشمر عليك النعال، يعني الشبشب الشحاطه. بس والله فهذا هو توبي، ملقب باليسمان. يسمان يعني شنو؟ انه انت كل شيء تقوله حيسوي. فهذا البني ادم ممكن حلو تستغله لما تقول ايش رايك تعطيني فلوس بس ما ارجع لك اياها، فهو حيقول لك ايه. فاحنا هنا ممكن نستغل توبي. هذا غير شيء بصراحه هو محتوى ممتع، محتوى جدا ممتع، ولكن شويه خطر، ممكن شويه يؤدي الى خطر للمجتمع، ولكن احنا شعرنا بس سوالف. فبس والله غير هيك الخلاصة من هذا الفيديو واللي نتعلم من هذا الفيديو انه لو واحد حاول يسوي بيك محتوى، صراحة ما انحطيت بالي انا بهذا الموقف، بس اذا واحد حاول يسوي عليك محتوى انه يجي يصورك ويشي، اخذ تليفونه وكسره بصراحة. يعني مقبلة انه تطلع بالفيديو او انه يصورك. وهذا الشيء الغريب، هل هو قانوني ولا لا؟ محتوى جدا جميل. اذا واحد يريد يوصل 500,000 بهذه السرعة لازم تسوي شيء خارج الطبيعي. فالمغزى والفكرة من كل شيء انه هو قاعد يسوي فد شيء خارج طبيعي، ومو اي بني ادم حيسويه. يعني مو اي بني ادم حيشتري سيارة او يأجرها ويسوي بها حادث. يعني هذا الشيء غريب وهو الوحيد اللي يسويه. Say until I say no. بس غير هيك لا تعليق بصراحة. وهذا النوع من المحتوى ليش لا، يمكن يجي فد يوم يمكن يسوي نفسه، ما تعرف. بس والله يا الربع، منها إلى الأعلى، ونراكم لاحقا.